موقف جيش أبو محمد الجولاني من النساء، من المرأة. والإسلام كرم المرأة، والرسول كرم المرأة، والقرآن الكريم كرم المرأة. موقف أبو محمد الجولاني والسلفية الجهادية معروف من المرأة على صعيد يعني معروف، ما بدأ شروح يعني في هذا الإطار. هل جيش أبو محمد الجولاني قابل لأن يحتوي على كتلة نسائية؟ هذه الكتلة النسائية كيف ستكون؟ وفق المعايير السلفية الجهادية، محجبات منقبات وكذا من القصص، من الكلاوات. كيف ستكون يعني مسألة التعامل مع المرأة داخل الجيش الوطني السوري أو ضمن جيش أبو محمد الجولاني؟ سؤال يعني بشكل أكثر مباشر، يعني هل هنالك الآن نساء ضمن جيش أبو محمد الجولاني؟ سيقول البعض نعم، لكن هؤلاء النسوة وجودهم داخل جيش أبو محمد الجولاني له جذوره في تنظيم داعش. نساء ضمن الجيش لجهاد النكاح بس، للقتال والجبهات الساخنة على الفراش، تأمين راحة المقاتلين. هاي هي استراتيجية التعامل مع المرأة داخل التنظيمات السلفية الجهادية، اللي منها يعني القاعدة وداعش والجهاد الإسلامي في مصر وفي كل مكان. هذه هي نظرة إلى المرأة. طيب، هذا الجيش إذا كان جيش وطني، وهو بالضرورة ينبغي أن يكون جيش كل الشعب السوري، كيف سيتعامل مع مسألة حضور المرأة ضمن هذا الجيش؟ أما قسد، المرأة موجودة قيادية ومقاتلة وعلى الجبهات، وتقتل وقتلت الآلاف من الدواعش، من الهمج، من البرابرة، وكانت ترعبهم مثلما أرعبت غزالة الشيبانية قائد جيش أمية، الحجاج بن يوسف الثقفي. جيش قسد مليء بأمثال غزالة الشيبانية. عودوا إلى التاريخ الإسلامي وستعرفون من هي غزالة الشيبانية وكيف كانت ترعب أبو الحجاج بن يوسف الثقفي، ذلك النمرود، ذلك الفرعون، ذلك الطاغية. ماذا فعلت به غزالة الشيبانية؟ إذن كيان قسد فيه أعتقد يعني 30 إلى 40% من هذا الكيان نساء، جنديات مقاتلات قياديات. هذا القسم، هذا الجزء النسائي من جيش سوريا الديمقراطية، كيف سيصار إلى تسوية أوضاعه؟ هل سيفرض في حال تم دمجهم في الجيش الوطني طبقا لاتفاقية 11 آذار والضغوط على قسد؟ يعني هذا موضوع مش هين. هل ستقوم قسد بتسريح كل هذا الكم، عشرات الآلاف من النساء من ضمن قسد، روحوا اقعدوا في بيوتكم خلاص، يعني استجابة
ضغوط الجولاني وتوم باراك والفرنسيين والقصص هي؟ سؤال. في تقديري لا. هل سيصار إلى القبول بهم مع فرض الحجاب والنقاب عليهم طبقا لعقيدة السلفية الجهادية لأبو محمد الجولاني؟ في تقديري لا. النسوة الأحرار المقاتلات الأحرار في جيش سوريا الديمقراطية سيقبلون الموت ولن يقبلوا فرض الحجاب عليهم في حال أن تم قبولهم ضمن جيش أبو محمد الجولاني مع شرط التحجب والتزام وارتداء النقاب.